وعلى آله وصحبه أجمعين. درس ما إيشا تفسير كشاف سورة الفتح جاءت يكي حتى سسيا صحيفة 368. خدای تعالى خطابة پیغمبر عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة الفتح مدنية وهي 29 آية تبين. بله. مدنية المدينة نازل بها 29 آيات. إنا فتحنا لك فتحا مبينا محقق مجبونة فتح كليا يا محمد. فتحا مبينا فتح كي كو أشكرا الدين تتدا ظاهر بده. معلومة مفسر الفيدر دا زحزي درس فتح حديبية دسكنن زمخشري رحمه الله جار عودة بيجي مقصد بفتح مكة هي لبري مفسر زح بعصا حديبية دسكنن يعني آگر بستا بکل ویدره دا او صلح حاتیه کرن لو ربوه صلح دائره دعوتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بلاف بیا و امکان چه بیا که هیدی هر کس واقف برسر حقیقتا اسلامه زحتر اشارت بال و صلح حدیبیه بکن آیت حقی ویده بجنازل بیا ما اشترى فتح كر جبو في قوسي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أو فتح جبونا في قوسي قناه تي درباز بي ويوري تف عفو دبن لو رتجي مشقتك زيدا دفي مجادلة هذا ودفي الجهاد هذا تكريا حتى كو الصبح هنيك تشيبيا ومكافأة تجيك عفو كرنا جناه انت بوري ويورن ودي صادقال في غفراندنا زنبا ويتم نعمته عليك وخدا بفي صلح هنيك في فتح هنيك ونعمته قل سرتا ظاهر بك يعني و دينتا ظاهر بك وتا مظفر بك السر اعداء ونيارتا ويهديك صراطا مستقيما وخدا بريتا بدي الريكي مستقيم يعني مقصد بدين حقا ودين حق اشترى بك نصيب وينصرك الله نصرا عزيزا ديسا خدا بقال و فتح حديبية وصلح حديبية وخدای تعالى فتح ديجي اشترى ميسر بك وأوريكاريا تبك وجالك قبيلة ديجي كي واشترى مطيع ببن ومسلمان ببن فتح حديبية بشكل منفعته وزحف تشيبيا. بل هو فتح مكة زمان سعادة بتشتيه كتب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني الجمع متذكي اعتقادا ما أوكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام معصوم أول شيء بحث ذكي زمخشري ما بقول كون بكنوي دري أم كورن هو فتح مكة أم مكة فتح بكة وقد نزلت أفسرت نازل بها مرجع رسول الله عن مكة عام الحديبية صالة صلح حديبية وبيغمبر عليه الصلاة والسلام مش مكة فجرة أف سورة هنيك نازل بيت حق فتح مكة هذا نازل بيجي عدة له بالفتح بوعد فتحش بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده. يعني أمي مكة جبونا تفتح بك أما بيغمبر خدای تعالى بالصيغة ماضي قلت يا وجيء به بفتح على لفظ الماضي فتحنا قلت يا
على عادة رب العزة سبحانه في أخباره. خدای تعالى تشتكو وقوعه محقق به بالزمان المستقبل ده مطلقه وشي به عادة خدا بلفظ ماضي بي اخبار دكي لورا خدای تعالى تشتكو وقوعه يعني كسين به مخالفت ده تنا جبر بقاسي وككو شديده اشتو محقق الوقوع كان واقعا شما لأنها لو رأى فتح مكه في تحققها وتيقنها جبركو ومحقق شيء بجبركو يقينا بالراستية بمنزلة الكائنة الموجودة هر وككو موجود ببيت ضميرا لأنها تراجب الأخبار وبكي خشتنا وجيء به على لفظ الماضي على عادة رب العزة سبحانه في أخباره بل أو أخبار خدا أو يكون باللفظ ماضي في تحققها وتيقنها بمنزلة كائنة الموجودة بل أزمن واشتروا وفي ذلك من الفخامة يعني خدای تعالى باللفظ ماضي دبيجي دبيدا هيبت وعظمتها دبيدا مزنطايا خدا در كل ميدانه لو را هركز نكاري تشتاكو هيتش نبي وكاكو تشبي جي بحث بكي انجخكو واقع السربه انجخكو قدرته ويل سرهبه قبل بيدا ريدا قدرته خدا عاشق دبي وعلى امين به بله كو خدا الخوا أنت أوجي قلب عالمي بله وفي ذلك من الفخامة والدلالة دلالة دك على علو الشأن المخبري أو يكون إخبار دك بيه قوتني بيجي دمك قوتية باورياوي بهايا ومحقق شبه حتى كو بلفظ ماضي بيجي على ما لا يخفت شوكو نخفيها بله الله الفيدا ريدا إن فتحنا لك فتحا مبينا مجبونا فتح كيريا ليغفر لك معلم الفتحة هيك اشترف خدا وتشهد به وتشاور به سبب جبونا غفراندنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام والسر خبر بده فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة شو فتح مكة به سبب غفران الذنوب أنبيجن خلاف الأولاد پیغمبر عليه الصلاة والسلام بل قلت لم يجعل علة للمغفرة الفتح مكة نبي علة جبونا مغفرة تني يعني بفتح مكة نمغفرة تني تشدبه ولكن لاجتماع يعني معلولي قال لك علة صادة جاء يكشوا صادة جاء يكشوا أف دبي علة جبو جمع كرنا ظهر شر تشتكو خدا جمرة معدود كريم كو خداي تعالى بعث وكيري أو تشنا وهي المغفرة يعني بفتح مكة مغفرة ذنوب تشدبه وإتمام النعمة ودين الإسلام به وتمام به ظاهر به وهداية الصراط المستقيم بله قوة أف دين حق وهداية پیغمبر بار باور كرن والنصر العزيز وقوة خدا وآريكاريا پیغمبر عليه الصلاة والسلام yardım عزيزة أو yardım غالبة تجاري مغلوب نابه بله جويد بنامي فتح مكة الحمد لله تسي إسلامي ده حتى قيامة تسي إسلامي بل كأنه قيل نخوي وقتي مادام كو أفتف جوي فتح درد كذن نخوي كأنه قيل هر وكي أفضل بيقولن يسرنا لك فتح مكة فتح مكة أمشتر ميسر بك ونصرناك على عدوك بلي أمي آريكارياتا بكم سر نيارتا جبو بلي نجمع لك بين عز الدارين عزيزتيا هر دو دارك وأمشترى جمع بكن هم دنيا وهم آخرات وأغراض العاجل والآجل أو تشتكو جيكيرا هدف لازما ها فيغا وها فجدا أمي فاتوا
ببي فتح مكة أم اشترى جمع بك. كذا دبرنا سيدنا مساعدة يسرنا لك فتح مكة إنا فتحنا لك ونصرناك على عهد فتح الشعبي سبب شغل نصرته وكنت بيني نجمع لك بين عز الدارين ليغفر لك الله ويهديك صراطا مستقيما ويدرك عز الدارين وأغراض العاجل والآجل وينصرك نصرا عزيزا ويدرك كذا عاجلا وطلب بك مكة بفتكرني بإعلاء إسلام الشريف هاشكتشير وأم دكارن بيجن بله أو فتح دبي السبب غفرانجي بفي شكل ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو إجبارك أو فتح جهاد بجهاد عدوي تشدبي وكتشوكو أم بيجن ذكرى مسببية لمقصد بسببه تشمكو أو جهاد بيا سبب وفتحه يدي أو جهاد دبي سبب أو جهاد بيخنبر بعدو ويرا السبب للغفران والثواب يجبونا مغفرة زنبوي ويجبونا دانا ثواب. وي وقتي بدأت مرجعها شوات شد بعجبا تبكي فاتح حقيقي خدا ميسرنا كفتح جنابه أما البته فتح خداشي بواسطة انتشتاي يعني بواسطة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وعسكري إصحابي أودي حاضر بنسب مكة بسه بله أو شيء بشيكو أبي حاضر لغي شيء يعني بتكي دنيا كذا شيء مشقتك مزنة تعبك مزنة مجادلك مزنة دقارش لغي فيها يقول تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك طبعا مكافات يقول بيجا قل تعالى يجيب به شاباوة بدم ويقول قبل يغفر لك الله دبكي يقول خد تعالى يعني يكي وكا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيكي ومتاء وابك يعني كنت اندري امتا خوي اجا امتا تجدي ريدا في مجادلة بك ويخد تعالى قناي وان عفلك يعني بذكر پیغمبر اشارت بال امتا يبو فالاشتكي برب ديجا جبني دفت كذا رحمه أو يخش والفتح فتح شيا الظفر بالبلد بله باجار كي بدست بخي عنوة أو صلحا شو بزورة وشو بالصلحة بحرب أو بغير حرب شو بحربة وشو بحربة وقت يكو طب بدست خست جرى تقول تنفتح جات شما أم جوي باجاركو بذي شكل تقرتن أم جرى بجم فتحوي هات يكرن لأنه لورا أو بلد منغلق أو بلد جرتي حسابه ما لم يصفر به حتى كو نهات يدس خستن مظفر نبي بجرتناوي جرتي حسابه فإذا ظفر به كو هاد جرتن ظفر بيجيبي وحصل في اليد كت دست هذا فقد فتح وي وقت أو فكرن أو جرتن هاد فكرن يعني ديمك فتح نلازم إلا فتح حسيبه وكفوت كيفكي وكفوت كيفكي ها فتح حسي وها فتح معنوي هرجرة تبوتن فتح بله جار عودكو مقصد بفتح فتحة مكهية وإنا فتحناجي كي فتحة مكهية وبشترى شبه لجبوكو خدا بحث بك ومحقق الوقوع نخوة كالواقعة بلفظ ماضي آن يجبوه قاسي وقيل هو فتح الحديبية كان نخوة بيجن فتح حديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا وي وقت شواكو أم بيجن بات صيغة ماضي هاتية واحتراز شبه أو هناك أو احتراز وارد نابه ولم يكن فيه قتال شديد ذي فتح حديبية دا
قتالك برانبرتيك حرب نكو هذا الشدتلي شينا بينا قبل خصتنك الشدتلي شينا بينا ولكن ترامن بين القوم لأوبتنا بين مسلمان ومشرك هذا شيبيا بسهام وحجارة بتيرا وبأوبتنا كبرها أو هنيك هنيك شيبيا. وعن ابن عباس أوجي إشارة بعض ذي قوتنا بدكي رموا المشركين مسلمان أوبت المشركة حتى أدخلوهم ديارهم حتى أوجوه در دير خستن ومجبور مكيه بين كبرى بن هر مكيه. وعن شيء برسم يعني يا كيش وزانة وديه حديبية شان نجي مكيه عجيبا حديبية 25 كيلومتر هاي اوجي ظلام اوجي ميقاتك يا ميقاته اما مسافة نسبنا ويش مكيه اتفهم نزانه ما تخمين آمده شو قاعد شوما 25 كيلومتر وهذا مال كارين يا ظلام تو المهم بقول ناس انا كارم لي من هرمز كرم وعن ابن عباس رموا المشركين حتى ادخلوهم ديارهم. وعن الكلبي ظهروا عليهم للثروة غالب دركتن المسلمان صار المشرك غالب دركتن حتى سألوا الصلحة حتى كو هاتن فرصة الباي صلحي كتن يعني مجبورة صلحي بله جا ما قلت فتحة حديبية فتحة وحال بكي نهجتن كو پیغمبر عليه الصلاة والسلام والصحابي بكابن مكة هيدا وإحصار كرن ونهجتن يعني قرب پیغمبر صلى الله عليه وسلم طبعا صحابية إحرام قريدهم وقالوا عمري بكن نجد. فإن قلت كيف يكون فتحا وقد أحصروا ومحصر بيبين يعني هادبين ما نعكرش دخول حرمه وفنحروش بروي قاسي قربان اخوال ويدر شارج كربين وحلق وحلق كربين بالحديبية شاوش بيرتي قلت فتح قلت يعني تقول سيدا مساعدة هذا يعني وقتك ما لها إحرام عمري قريدة ومر بأنجل كرني ويا مري ويا حجي فقط بأنجل كرني مر إحرام يخرج إحرام الدركبة مر حيوان كشرجتك ومر فور مر يخرج جدك ومر هذي پیغمبر عليه الصلاة والسلام إحرام قريدة وقتنا حتى في دري أنجل بنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم إحرام يخرج خرا كرنا وربنا قربان شرجكنا يعني جزای اکی شرجی کرده او وگر یعنی ادیانا چواتی بودی بله کریم قلت كان ذلك بل اف احصار هنيك اف منع كرنا ومشركة ومسلمان منع كرن دخول حرامه قبل الهدنة هيجا او آشيتي وهي او صلح تشينبي او راست بي يعني وي وقتي وكقوتك دست واضح هذه فلما طلبوها اجا وقت كو طلبوا هدنات كرن طلبوا صلح كرن وتمت او صلح جي باتفاق وسلشمنا بين خود شكرن او صلح جي كو تمام بي كان فتحا مبينا بفتح اشكرا وتخفيتي تدت نبي يعني يكون مسلمانا منفعة المظن تشتروي جبتي. وعن موسى بن عقبة أقبل رسول الله من الحديبية راجعا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كوش حديبية وقرا كشتيكو احرام دركتن ووقران ورن فقال رجل من أصحابه في وقت السورة والفتح نازل بيكو خداية تعالى قوة فتحة يكش أصحابي يقول ما هذا بفتح النظام كان معنا فتحة شيء أبنا فتحة لقد صدونا عن البيت أما غلوب بنا نهشنا أمرك من بيته وصد هدينا أب هديكم أبخارجي برينا قربان مجي هاتنا من عكرنكو بكن جهيوي دورن شرجي كرن أبشاود بفتح فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أبقو تنوي بهاد با پیغمبر عليه الصلاة والسلام فقال بئس الكلام هذا وأب خبردانك زعف نقنجة نباشا كيف بيجي بل هو أعظم الفتوح بلكي اف
حديبية بلكي أفتح إشوا نا نورمال فتح جي أن أعظم أن مظنة فتوحاتها يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام وكا سبب ويد بجي كان فتوحات بشي شكل شدية وقد رضي المشركون مشرك راضي بنا أن يدفعوكم عن بلادهم ودفع هوا بكن جباجار خوانيش هوا جباجار خدرخن راضي بنا بالراحي راضي بنا بدست هوا يعني كوهن دست خوا بهجينن ودركب يعني هين أسير نقرتنا هين نكشتنا هين نكارينا تشتكي بهوا بكن هوا دست خوا هجاندنا هين دركتنا ما أبا هناك إشارتك يا فتحي يعني أهل مكة ورا حربين كرنا مصالحة كرنا والصلح صلحي شكل الصلح مردسة خد النشمتك أديانك أرض دمكي سلاح جورتنا بينما هو قديان هم بين شورتك ونك إندي إيه ميا ويسألكم القضية أو صلح شوا خواستيا صلح جوارة لازم دي أو مجبور بنا ويرغب إليكم في الأمان أو خواستيا أو جوا خواستيا جبونا أمين تياخوا أو شوا ترصانا أو محتاجة وانا وقد رأوا منكم ما كرهوا يعني و تشتكوا نخواستين كو ببيننجي صحجي كبكن ويجي ورن صاحبكن أفيدا فيدا جريها مثلا أو يا بخش وديتن يعني عزمة وإرادة وإلا كوني هذا مكي وها أو ما مجبور مناط ويار برمشي يبون صلحي كرن أبيا شجاع البتة كي جاء عاجز ندخل ليشانك أبيانك دام علامات غلبة وفتحة ويدمك جدا نشان داني جوارا يعني ويا بذي شكل يجمو معنا بك ويرغب إليكم بالأمان يعني أمانش هوا دخوزن وتشتكوا حتى ذيقوا ندخوز نكو سحبك معلي ما ندخوز نكو جنجي ومضطي وإسلاميات جوا سحبك جي ذكر هوندن وي هدي وي بسربستي وي ورن مدينة وي وقود ناجي سحبك بلكي أو قودنج بسبب هدايته بلي زولان سيدا 17 كيلومتر سيدا سيدا مراويسي سيدا نابا مكة وحديبية 17 كيلومتر 17 كيلومتر بلي وعن الشعبيين نزلت بالحديبية أو يجي قلت الحديبية نازل بها وأصاب رسول الله في تلك الغزوة پیغمبر في غزوة هناك ده يعني قالك قزنج كرنا ما لم يصب في غزوة ودفا غزوة جديدة دفا حرب جديدة وألدنا كلمة دست نخس أو كنا أصاب أن بويع بيعة الرضوان يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام بفي ظفر ليبي أو بيعتك نوبوي بيا رضوان خدايت على جوي بيعتك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال بيعت پیغمبر راحت يكرن والصحابية دل إخوة راست كريا حتى كو هلاكوا وشهيدين وتذهبه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أف پیغمبر عليه الصلاة والسلام دست خستيا وظهرت الروم على فارس يعني بشتي حديبية رومي إمبراطورة رومي غلبتي كريا سر فارس ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون الفريسيين مسلمان بيقاسي كيف خوش بينا حتى بيقا كو ابن مشرك كيف خوش بين ودقوتن ابن مجوسيا فارسا كاريا رومي وفرصة خال مسلمانات كرن دقوتن ابن اهل الكتاب مغلوب بينا بجا بيجاري او كتن حزنا فتا وبلغن هدي محله وديسا هدي قهات يا قربان قهات نجيخوا چنقو صالة فجدة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وشونا مكة وعمره فكرنا وبلغ الهدي محله يعني أظن كل ودري هات شركين أبقوش شاطن مكير هذا سيدا يعني عسندا مو وقت معنا نجي لخصن وبلغ الهدي محله يعني عسندا هدي الويد الشرجة كرنا
لوی در شارژ کنه آیت. اما جهاد چه خوا یعنی هات قبول کرد آیتش خوبه آیته و بلا خلد یو محله و آیته اما سيدا فيغا فايدة بيجي وقت و استقبال دا شيبن مثلا بيجي وأطعموا نخل خيبر يعني هذا هنيك فايدة شيبينا بيجي بيجي ما بلغ الهدي محله يعني الصلاة فجدة نه صلاة فشل نه او صال زانی وقتی پیامبر سلام دبی رابن قربان خوش شرجه کن بنی کس شرجه ناکه ایجا مثلا بحثتي ام سلمة را او تك خبر ده حضرتي زينب بتخمين يا رسول الله تعاولي الشرجيك اشوف خلطة ام سلمة پیغمبر ابي تو شرجيك و تبنيرن عندي پیغمبر شرجيك او يتب شرجيك آيات سوي ناصر به وبلغ الهدي محله يعني قبول بود شي جي بلغ الهدي محله تخمين الناية تسيده يعني حتى يبلغ الهدي محله او حتى يبلغ الهدي محله وهي هي سيدة هذا معناه فاشيكم اللي خستين مش بالخر بيجي وظهرت الروم على فارسان هم عيني روجا حرب حديبية ده شي نبيا وأبو أطعموا نخل خيبرة فتح خيبرة وطعام وبوارة أمبيجن اشتراك طعام مثلا فرمي خيبرة بكن أبي هنيك فايدة شي بينا جبروي يعني أي صالة شي بينا تف يعني عيني صالة ما عيني روجيني بله يعني بخير حديبية أبي هنيك تشيبينا بيجي أبجيكي وكاس سمري حديبينا يعني السمري خدا قلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا كلمات فتحنا عظمتها قد تعالى وانا تذكي بينا تشكرني بذي والله يعني وبجد وين رجع حديبية ده أو هذه نجهت محلها يعني هذه نجهت مناية لأما أبي صلحي بوضع قبول كلام وصلت بجدة هذه بجه جيخوا والجيخوا ده ولا شرجة كلام هذا جملة كان معناه خوش تربية بله أنا مني حتى يبلغ الهدي محل الذي أنا معنا ويدرخم هم بوين أبغى يدرخم لا سيد هذا أو شقوات التناظر يا أخي جبيا جوي إشارة بالويدر بدكان سيدنا الويدر إذا لم يبلغ الهدي محله يعني الويدر إذا نقعد شمكو أم إحصار بينا أم محصار بينا ده في شيء ده قول وبو هاد يوم نقعد يجهوي يعني أو هذه وقتي شمكو الويدر يهود شارجة كده أجبونا وي يعني وي صار سيدة أسلم الحج والعمرة لله فإن أصيبتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. بله سيدة أنا اگر که هدی ولا قبول نبانا شما رسول الله دعات امر کرن به شارژه کردن هدیه یعنی demek her halde hedi قبول بیا لو ما قاطی امر کرن به شارژه کردن بله از بنی قبول بیا اما نورمالده جهه هدیه جهه يعني فيزيكي ولا عين جي منو يعني نه خیر سيدة كل دري انا جي بامر خدايا خدا لك امر بكلمه بجي الويدر يجبوك إحصاره عندن من عننا يعني عندن الويدر يجيبي الويدر إحصار بما هذه الويدر شارجك دقيقة أزولان از معنى وي آيات بيجم يجوي آيات خدا كاد بيجتش من ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروا حتى يبلغ الهدي الموضع الذي يحل فيه ذبحه فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع. تمام شيبي بس تمام مسألة حل شيء. كرم الله والخير. يعني جي هدية جي كراتا يحصار كرني أو دنا. بله وكان في فتح الحديبية آية عظيمة ويدر معجزة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دركتها وذلك أو آيات جاء أنه نزح ماؤها آفا بيراوي خلاص بيا حتى لم يبقى فيها قطرة تشتيت ده نمايا
فتمضمض رسول الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مضمضه كي الدبق وردايا وثم مجه فيها أو أف آوید یا دوی حدیبیه دانی بیر آویده فدرت بالماء بركات اختيار آوه حتى شرب جميع من كان معه حتى كون صحابية پیغمبر تبا جئت خوابية وقيل هنا قلت فجاش الماء يعني آف فجقان يعني آف جبن عرض دركات حتى امتلأت حتى قلت يا برده بير تجيبية ولم ينفد ماؤها بعده وفايدة أوبوي قد خلاص نبي يعني حتى أنا جاوب ودري خلاص نبي حالا موجودة هي وقيل هو فتح خيبر مقصد فتح خيبر وقيل فتح الرومي يا فتح الرومي وقيل فتح الله له بالإسلام فتحه بإسلامه لأنه يعني فتحك معنوي والنبوة فتحك بنبوة شديد والدعوة فتحك دعوة في خنبر شديد أو دعوة بالحجة والسيف وهم الدليل وهم شو شديد ولا فتح أبي قيل بوتيا أبين منه أعظم يعني شبه فتح مصدر كنا وهو رأس الفتوح كلها حتى تمام با فتح ظاهري فتح باجار ويقولنا يعني طي وكب في شدينا بفي فتح إسلامي شدينا فتح الله الإسلامي والنبوة والدعوة والسيف أنا تبقينا أبدوك وفتح الله بضعناية اللي شفاء آمغن أبدي هاي شو كلا أبدي إذ لا فتح من فتوح الإسلامي إلا وهو تحته أكثف بدعوة دايا ومتشعب منه وجوي أمبيجن مشتق بيا جي دريج بيا تبجوي دعوة إسلامي والنبوة في خنبر عليه الصلاة والسلام شيء وقيل ما قو إن فتحنا ما فتح كريا يعني ما بدست خصية أما وقيل معناه يبجي معناه فتحنا معناه حكمنا يعني قضينا لك ما حكم اشترك يا قضاء بينا حكم كي أوتشر ما حكم كي يجي على أهل مكة اللي صار أهل مكة ما حكم اشترى خصية يعني كو أن تدخلها أنت ما حكم ذيك يكون أنت وأصحابك توها بالغة من قابل بالصالة وردة بين بك من مكة هذا وين بك من اللي تطوفوا بالبيت جيبوا كوهين بيت طوافك وي وقتي فتحنا من الفتاحة في وقت مصدر الفتاحات أباكم مصدر الفتاحات فتاحات معناه قضاء نقول قضينا لك قضاء شديد وهي فتاحات شاء الحكومة يعني ما حكم كيف وكذا عن قتادة قتادة جي بذي شكل معنى كبير جهة رواية كبير ما تقدم من ذنبك وما تأخر يريد يعني مقصد يبرد يورد جميع ما فرط منك تمامي باتشتكو باشنطندنكو شتا صادر بيين وعن مقاتل ما تقدم في الجاهلية وما بعدها مقصد ما تقدمه أو التشياء بعثات هذا وجما تأخره أو يكون بايدة يكون بيخنبر تجيره وقيل قدم يعني تكون في شبه فتح هذا تشيبيكو أو أمبيجن أو زلتك وش بيخنبر تشيبيكو أبي من حديث ماريا مسألة ماريا معلومة مسألة يعني ماريا هيكو خداية تعالى حتى آيات نازلتي بكلمة تحرم ما أحل الله لك وبيخنبر عليه الصلاة والسلام أما ولد كرت قصة الله أزبيج مزنها وهذا بيخنبر عليه الصلاة والسلام وشوا باهن حرم إخوة اللي هو داري هنجيب دانينا باري بيخنبر جيكي أقول شبه حضرتي عائشة بيها رسول الله تشبه ماريا حضرتي حفصة جي قلتيها وبمثالي تكلمة محمد يعني زحتر معلومة مسألة زحفن اللي بلي أن يا قنش في قبل بكن وشوا باز زينب والويدر هنجيب خوريا والويدر الصحبات كريا هنجي الصحبات دريج بيا يعني ناشفة
پیغمبر صلی الله علیه و سلام هر روز دچو مال و مال دچو پرسواجی دیگه کل بدر هنگی درش بیا ولی ما غیرتا وایندی هنگی قبول نکرد نگفتن شما پیغمبر با زینب زیاده مایا بیش اواد ناف بین خواده گفتن کو پیغمبر وری با ما ام بیشم والله بهنک نخوشت حاشا پیغمبر علیه الصلاة والسلام را کو او گفتنا پیغمبر گفت یا والله متشتی نخوریا حتی کو بهنک نخوش مواره صاد جمع هنگی بخوریا دوی داره گفتنا نخواد بلکی زینب فلان ماده عاده بهنک نخوشه که چه داره گفتنا بلکی جوی خستیا دناو وی هنگی بیده و یا ام بیشن میشا چون سروی داره دانینا و دناو هنگی به خواده چه کرنا نخواد بلکی جوی به پیغمبر علیه الصلاة والسلام میگه که ایدی طعام هنکی ایدی الخوا حرام کردیا خدا تعالی جوی شکلی گفتیا لما تحرم ما احل الله لك ناراضي بنا خدايا نشاندان وما تأخر من امرأة زيد بعد ما اقتصدت بيجي كدو درجة أذكرن ولا بكرت ويجي بجميانا ما مسافر عيني أولاي ضايت يا درواس بيشتري كده أحزاب درواس يعني بسر في چمكو جالك قلتن باشقا جهانا لبري دجارة عودة خداي تعالى خواستيا معلومة كو تشتك دناف مشركة دا وعادتا و يعني كو أبي كو بأولاد أم بجيب أولاد لك خلق دقرن خوا يعني نكارن تشتي كو بيراكي خبر بنجي وكا كو كوري واب نكارن بورا بزوجة أنا دي مسألة دا فرامي دا داي يعني تشتري باشخاني فرسيق واباني أولادك بكن اوان اولاد لغا شوارا ناب الصدي يعني كو نكاحي والهاب لبن اوكي ابي مديا تركيا قيامتي قطبان بجد دجارة عودة زينب يعني قلتنا راس ردائي هي عادة جاهلية الثقافة بلي دجارة عودة معلومة زينب حرة وابن ديجي كاش عبديتي هوتيا نف حمد زينب خدای تعالی جبونا خاطر بیا هنه که بشکینه پیغمبر علیه الصلاة والسلام زینب بزیت را تزوجینه و دجارة دواده پشتی کو زید دست خوال سر بهلده و اف تشتی کو اکا برزا زینب چه بیا خدای تعالی هیدی مکافات بدیه به اشرف مکافات را دده زوجاندن اش پیغمبر را بجه وی زید دست خوال سر وی هلده و ببین نصیبته جا پیغمبر علیه الصلاة والسلام زوجناك راسينا خدا دي ملتزوجة بله جا وقتی کو یعنی هنه برداری بشتی کو زید بجی یا رسول الله کباریا خال سر مدکه و اخلاق مهب ناگره امش دفعه بردن پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجی امسک علیک زوجک و اتق الله یعنی حال بکی خدا جرا بودیا و تپیرا بزوجی و پیغمبر جی که وجبونا عطاب خلقي جيكو كاس نبيجي أبا بحرام أولاد خوارا أولادك خوارا زوجيا جبونا وي عطابي تخنبر بجي أمسك عليك يا زوجك جبونا وي قاسيجي خدا تعالى بيتخفي في نفسك ما الله مبتيني أو تشتكو خدا ودرخ ميداني وتشيكي بنفسك خدا خافدكي يعني كنت خافدكي حقيقة الويد حقيقة تنا أولا أو بي كوتا آچق یعنی تنگوت بیا امسک علیک زوجک بله او مسئله ویجی که او بید بلکه هیچی ریج بکسی بعدو بکن سیده از نخواه بیجی که تمام بکم و او گوتنا خواه دیل سر زنبه لفظ زنبه تدکاری بیجی سلام قول دي ولد هذا شو بلش ذكرك بله معلومات او ده حق زنبه دجي که هم خلاف الاولى يعني معنى دكن او قالك قلتن دوي دجي هنا نصرا عزيزا بله نصر كيكو فيه عز ومنعه بله وتدا عزت وقدرتها يعني وككوتا جار عودة تقو نصر كيكو غالبيت بيت شد مغلوبيت يعني هدي هاو مغلوبيت شد ويا أو وصف بصفة المنصور يعني أب نصر هاتيا وصف كران صفته ويكو منصور أو يكو أوريكاري جرا هاتيا كرن كو پیغمبره
يعني وصف پیغمبر مدايا بل وصف پیغمبر كو عزيزتيا مدايا ونصري اسناد وينصرك الله حالو كني تجي منصورا عزيزا منصورا عزيزا أبجي مجازكي عقلية ويا أو عزيزا صاحبه لأن أخو عزيز يعني نا أو نصر عزيز صاحبه فكان تبي صفات الجارية على غير من هي له عيشة راضية يعني راضي صاحبه بلى هم تبي صفات الجارية على غير من هي له وهم دلوقتي مضاف معلمة مقدرة بشتيكو أو مضاف أم تبن حسبه وها متصلجي وأم مستتر بكند عزيزان ده دبي نصران عزيزان ماني سيدا تمام سبقكم الله خير كثيرا لسر اب زمخشري دبي ليخفي لك الله ما تقدم من ذنبك او دبي تمام فعل خدا خوي علة ام دبي فعل خدا بعلة يعني خداي تعالى دبي كونك علة حكمتي وانا دبي كونك تنامن يعني خداي تعالى الا جرى حكمتك هبه ابلا مهاني لما تعليل لسر ودري الالوسيه جي من واي او ج او تعليل وتنوير ابا ابن عاشور جي مجرتيه مقابتيه وكان خير خلي بن تمام هذه الفاتوره امانه خدا